الامان في السبيطار فين كيتزادوا الاطفال وكيبداو حياتهم، خاص كلشي يكون مطمئن. ولكن في هذا السبيطار كاين واحد الممرضه ملاك في العينين ديال الناس، ولكن الشيطان في الخفاء. هاد القصه غادي تخلي الدم يجمد في العروق ديالك. سلام، معكم الصايكه ستوري. الا كنتو اول مره تشوفوا المحتوى ديالي ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. لوسي ليتبي تزادت في 1990 في بريطانيا. تربت في واحد العائله اللي بسيطه وكانت متفوقه في القرايه ديالها، كلشي كيقول عليها الحوايج الزوينين. مشات كتقرا التمريض وخدمات في واحد السبيطار في مدينه تشيستر في قسم الرضع. كانت كتضحك وكتبان حنينه، ولكن في الداخل ديالها كاين شي وجه اخر ما كيبانش. 2015 الاطباء بداو كيلاحظوا شي حاجه غريبه. الرضع كيموتوا بزاف وبدون تفسير. القلوب ديال الرضع كتوقف والتنفس كيحبس وشي حالات كيطيحوا بحال البرق. والمشترك بيناتهم كلهم كانوا في المناوبات ديال لوسي. شكون غادي يشك في الممرضه كتبكي مع العائلات وكتقول لهم سمحوا لي؟ ولكن الشك بدا كيكبر والتحقيقات فتحوا هذه القضيه واكتشفوا واحد الحاجه اللي مرعبه. لوسي كانت كتحقن الهواء في العروق ديال الرضع وكانت كتخلط الحليب بالانسولين. وتخيلوا معايا رضيع صغير كتعطيه الحليب بواحد الهمجيه. وباش غادي يكتشفوا هذا الشيء حتى لواحد النهار لقاو اوراق مكتوبه بالخط ديال يديها فيها مكتوب انا شريره، انا درت هذا الشيء وما كنستاهلش نعيش. الشرطه لقات القبض على لوسي وفي المحاكمه دامت شهور طويله، وفي الاخير الحكم كان السجن المؤبد بلا رجوع. لوسي ليتبي كانت اول ممرضه في بريطانيا كيتحكم عليها بهذا الشكل، والمصيبه ما بكاتش وما تاسفتش وما حضرت حتى جلسه في الحكم ديالها. شنو كانت كتقلب عليه؟ الاهتمام، السيطره، ولا كتحس راسها فوق القانون؟ ولكن اللي كيبان هو انه كاين بعض الوحوش ماشي كيتخباو في الغابه، ولكن كيتخباو في وسطنا بزي ابيض وبالابتسامه الخادعه وكيقتلوا الابرياء في الصمت. هنا كتنتهي القصه ديالنا. خلي تعليقك، واش كتعتقد بان لوسي كانت مريضه نفسيا ولا كانت كتقتل الابرياء بوعي؟ هذه كانت قصه لوسي ليتبي. تابعونا للمزيد من القصص الواقعيه واللي غادي تعجبكم. قبل ما نمشي ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو.